في جلسة صلح أحبطت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان زواج طفلة في عامها 11 من رجل أربعيني متزوج وله 6 أبناء من أجل حفنة ريالات وسيارة، بعدما استنجد أشقاؤها بالجمعية البالغين من العمر 18 و19 عاما وشقيقتها المطلقة، مناشدين بوقف الزواج الذي يصر عليه والدهم البالغ من العمر 65 عاما. ووفقا للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، فإن الجمعية عقدت جلسة صلح بين طرفين متنازعين على زواج الطفلة وهي من إحدى الجنسيات العربية، وقامت بتسوية النزاع وأخذ تعهد على الأب بالانتظار لحين بلوغ الصغيرة سن 18. وللتعليق على الموضوع معي من السعودية الأستاذ في الإعلام والناشط في حقوق الأطفال الأستاذ سعود الكاتب. أستاذ سعود، أولا كيف تمكنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحل النزاع؟ فكما نعلم أن الأمر في يد ولي الأمر ولا أحد يمكن طبعا له التدخل في هذا الأمر. هذه هي المشكلة. أولا أرحب بكم وأشكر اهتمامكم بالموضوع هذا. الموضوع يعني مزعج للغاية، لأنه حظ البنت الصغيرة هذه أنه وصل موضوعها أنه طفى للسطح وأخوانها اشتكوا، لكن في حالات كثير جدا، حالات يمكن بتحصل يوميا من زواج أطفال ما أحد بيدري عنهم ولا أحد بيسأل فيهم. الغريب، الشيء الثاني الغريب في الموضوع أنه هيئة حقوق الإنسان اتدخلت في الموضوع ونجحت عن طريق جلسة صلح زي ما سميتوها. صلح بين مين ومين؟ هو السؤال، مين ومين الصلح؟ بين الطفل وبين الزوج؟ لا، أكيد بين الأخوان والأب، لأن الأخوان هم المعترضين. هي النقطة الأساسية، صاحبة الشأن هي الطفلة. فالآن هذول كلهم صاروا يتدخلوا في حياتها في شيء أساسي هو الزواج. يعني حتى لو الطفلة أستاذ سعود، حتى لو الطفلة قبلت بهذا الزواج ففي المفروض يعني لا يقبل الزواج لأنه يعني سن قاصر تحت السن القانوني. المشكلة أنه بيقبل وفقا للنظام ووفقا للقانون الحالي اللي عندنا في المملكة، أنه بيقبل. وأنا بقول لك وبأكد لك أنه في عشرات الحالات اللي بتحصل عندنا هنا اللي ما بتدخل السطح وما بتوصل لوسائل الإعلام، وبيحصل فيها زواج أطفال يمكن بعضهم في 5 سنوات، في 6 سنوات، يعني ممكن 11 سنة. صحيح. احنا بنسمع عن الموضوع هذا، بنسمع تدخلات كثيرة، بنسمع قرارات لمجلس الشورى، اقتراحات من مجلس الشورى، لكن أي أشياء على أرض الواقع ما بنشوفها نهائيا. لكن أستاذ سعود يعني تعتبر سابقة لجمعية الحقوق الوطنية في هذا التدخل. هي هم تدخلوا قبل كذا لكن ما بيدهم شيء. يعني لكن هذه المرة نجحوا. لو ولي الأمر أصر أعتقد في جمعية حقوق الإنسان ما حيكون بيدها أبدا أي شيء ما تسوي. وبعدين جمعية حقوق الإنسان قالوا أخذوا عليه تعهد إنه ما يزوجها إلا لما يصير عمرها 18 سنة. طيب أستاذ سعود، يعني خلينا أسألك، يعني ما الذي يضمن أن الولد سيسير على التعهد والالتزام إلى أن تبلغ سن 18؟ يعني هل سيكون لها حرية الاختيار بعد ذلك أم الأب سيختار بعد سن 18؟ وما حيكون في اي ضامن، يعني يمكن بعد اسبوع بعد اسبوعين يغير الاب رايه وبيقول للراجل تعال انا زوجتك البنت خذها روح بها بيتك. ممكن يحصل الشيء ده قانونا نظاما، ما في شيء يمنعه. يعني حيجي المأذون الشرعي حيجي وحياخذه من البيت وحيزوج الطفله. نعم أستاذ سعود، شكرا جزيلا لهذه المشاركة أستاذ في الإعلام والناشط في حقوق الأطفال.